السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ منورين المكتبه دي. معاكم محمد في فيديو جديد. ساعه تحفه فنيه من شركه ميبرو، الساعه الاي 2 اللي معانا النهارده واللي بنجربها داخلين في 4-5 ايام. دي تجربه ممتازه جدا وشكل اكتر من رائع. زي ما انت شفت في الانترو حاولت اوريك جمال وحلاوه الساعه، الوان الشاشه الجميله جدا، استقرار البلوتوث والسوفت والاتصال والمكالمات وكل التفاصيل الخاصه بالساعه. التجربه كانت ممتازه جدا. الساعه الاي 1 من شركه ميبرو الجديده اللي اتوفرت مؤخرا في اسطول المكتبه، واللي خدها كلمه من محمد هتكتسح السوق المصري زي اللايت 2 لما اكتسحت والجي اس ما اكتسحت. دي جديده من شركه ميبرو اللي هنتكلم عنها النهارده. يلا بينا نبدا الفيديو بالانبوكسنج ومحتويات العلبه وشكل العلبه الخاصه بالساعه الميبرو الاي 2. من الوهله الاولى كده شكل العلبه بيفكرنا بالموديل الاي 1 اللي احنا كنا عملنا عنها ريفيو، هتلاقيه موجود في الاي فوق لو انت عايز تتفرج عليه، بس هي ساعه قديمه. فعندنا ده شكل العلبه مكتوب هنا ميبرو. شكل الساعه الخرافي، شكل الساعه مميز جدا، هتنبهر بيها طول ما انت ماشي معايا في الفيديو. طبعا من الحاجات الحلوه جدا ان هي فيها دبل ستراب، في ستراب قماش وستراب سيليكون اللي جاي مع الساعه. طبعا الساعه بلوتوث كول، وان البورده بتاعتها 2 في 1، تقدر ان هي اول ما يجي لك مكالمه الكونكشن يتم على طول. هنا في شويه تفاصيل زي ان هي الساعه بتعرف الوضع الرياضي لوحدها، وفيها 70 مود رياضي، مقاومه للميه بمعيار 2 اي تي ام، والبطاريه بتاعتها 10 ايام ستاند باي. الناحيه الثانيه عندنا ان هي زي ما قلت لك ان الشيب بتاعتها 2 في 1 بالنسبه للكونكشن بتاع السوفت والاتصال. فيها طبعا بلوتوث كول، والشاشه اتش دي ديسبلاي بحجم 1.39 انش، وفيها طبعا قياس هارت ريت. في ظهر الساعه هيكون عندنا اسم الموديل والبلوتوث بتاعها 5.3، ومكتوب اهوت ان مكونات العلبه الساعه واليوزر مانوال والشاحن والاستراب القماش. مفيش اي تفاصيل تانية مهمه. نفتح بقى العلبه مع بعض كده. ده بيكون شكل العلبه لما نفتحها من جوه. بنشيل الجزء ده كده، ده العلبه الخاصه بالساعه والشاحن. خلينا نشوف الاستراب القماش اللي جاي معاها. ده الاستراب القماش اللي جاي معاها استراب مقاس 22. طبعا بالنسبه للاستراب 22 ده استراب متوفر بكثره، وتقدر تلاقيه بسهوله في اي ستور او اي مكان خاص بالساعه. بعد كده هيكون عندنا هنا في العلبه برضو اليوزر مانوال بتاع الساعه، فيه كل التفاصيل الخاصه بالساعه، ازاي تربطها وازاي توصلها. بالنسبه بقى للعلبه اللي فيها الساعه، فزي ما انت شايف ده شكل العلبه اهوت. وبعد كده بيقابلنا الساعه بالشكل ده كده، وعندنا شكل الساعه. شكل الساعه رهيب، شكل الساعه مميز قوي قوي قوي. هنشوف دلوقتي شكلها بالتفاصيل. وده الاستراب اللي جاي مع الساعة، شكله برضو استراب مختلف، كلمة ميبرو، واللوك بتاع الاستراب هتلاقيها موجودة هنا. فده بالنسبة لشكل الساعة. وبعد كده عندنا بقى الشاحن، اللي بالمناسبة كل ساعات ميبرو بقت بتشحن بشاحن واحد، فده حاجة كويسة جدا ان انت في المستقبل لو في مشكلة في الشاحن حاجة تقدر توفره او تلاقيه. نفس الشاحن بتاع التي 1 بتاع اللايت بتاع الجي اس بتاع الاي 2. احنا كده استعرضنا مع بعض كل محتويات العلبه. هنخش دلوقتي بقى على الجزء الثاني من الفيديو ونتكلم عن المواصفات التقنيه والسوفت وير الخاصه بالساعه الميبرو اي 2. من اهم المواصفات التقنيه اللي جايه في الساعه هو البلوتوث بتاعها ال 5.3 اللي بيدي استقرار حلو جدا في الكونكشن مع الموبايل. شكل الساعه زي ما انت شايف شكل مميز قوي، وديتيلز بتاعت الساعه خرافيه وجميله جدا. انت شايف ده شكل الساعه موجود هنا، ده السبيكر وده بيطلع صوت حلو جدا. عندنا كمان المايك بقى في مكان حلو قوي، بما انك بتبقى لابس الساعه كده وبتقرب من بقك عشان تتكلم، فالمايك بقى في مكان حلو عشان ياخد المكالمه بصوت واضح وجميل. عندنا هنا ده البنز بتاع الشاحن، وطبعا ده شكل الاستراب. استراب شكله حلو قوي 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 في اللبس. وبالنسبه لتفاصيل الساعه عجبني قوي طبعا الحته الحمراء اللي معتاده في ميبرو. الزرار بيبقى فيه حته حمراء هنا كده او خط احمر كده، بيدي شكل حلو جدا. الارقام بتاعه الدقائق اللي موجوده على الاطار مديها برضو شكل حلو جدا. وعجبني قوي شكل وستايل الاطار، مدي شكل جمالي حلو قوي للساعه. وطبعا يعني الساعه احنا في الاول وفي الاخر بنلبسها اكسسوار، محتاجين يكون شكلها حلو. فانا عجبني قوي شكل الساعه الصراحه، ده كان اكتر حاجه شدتني في بحثي وتدويري على الساعه الميبرو. طيب خلينا نقول شويه تفاصيل بقى كده. مبدئيا وزن الساعه بالاستراب 47 جرام وزنها شباب، لا يذكر. وزن الساعه خفيف جدا. وبالنسبه لحجم الساعه فاحنا عندنا قطر الساعه 49 مللي، وعندنا سمك الساعه 13 مللي. بالنسبه لحجم الاستراب فهو 22، لان ميبرو للاسف في ساعات كانت بتقول عليها 22 وما بتطلعش 22، فحجم الاستراب 22 ده مفيش فيه مشاكل. نفتح بقى الساعه بضغطه طويله على الزرار بالشكل ده كده، تعمل فايبريشن، والفايبريشن بتاعها بالمناسبه فايبريشن
قوي قوي قوي، يعني انسى هتصحى من النوم لو انت مظبط منبه او لو جالك اشعار او وات ايفر. طبعا ده شكل ده شكل الشاشه يا شباب. ده احنا فتحنا الساعه وده الوانها زاهيه وجميله قوي قوي قوي، وعندنا استخدام لكل زرار في الاثنين دول. تعالوا يلا بينا نتكلم عن السوفت وير الخاص بالساعه وشكل السوفت وير من جوه والتفاصيل. نعمل سوايب كده بنخش على الشورت منيو اللي فيه هو زي ما انت شايف التاريخ والتايم والبطاريه ومتصله بلوتوث ومكالمات ولا لا. وعندنا هنا اول حاجه اوبشن طرد الميه. اوبشن طرد الميه بيكون فايبريشن قوي جدا وصوت ازاز للسماعات، عشان لو تعرضت للميه بشكل ما زي ما انت شايف كل ده صوت اهتزازات وصوت ذبذبه السماعات عشان تطرد. طبعا بقول لك بقى هز ايدك عشان كمان يكمل في الاوبشن ده. بعد كده عندنا هنا التحكم في البرايتنس بقى. شوف بقى شكل القوائم والتنقل ما بين القوائم، ده التحكم في البرايتنس والسطوع. عندنا بعد كده هنا بيقول لك الشاشه الرئيسيه تقفل بعد قد ايه، بتظبطها من اول 5 ثواني لحد 30 ثانيه. وبعد كده عندنا وضع الاضاءه الثابت اللي هو الاولويز اون ديسبلاي، ممكن تخليه دايما مفتوح او ممكن تديله وقت محدد تفصل عليه. ده بالنسبه للبرايتنس. عندنا طبعا هنا لو عايزين نقفل الشاشه بنقفلها، ولما نكون عايزين نفتحها بنضغط 3 ثواني بالشكل ده كده بتفتح الشاشه مره ثانيه. بعد كده هنا الكيو ار الخاص بالبرنامج. بعد كده هنا وضع عدم الازعاج. وبعد كده عندنا هنا السيتنج اللي هنتكلم عنها بالتفصيل لما نخش على القائمه. بعد كده يكون عندنا اوبشن الويك اب نفتحه ونقفله من هنا. وهنا بعد كده وضع توفير الطاقه. وضع توفير الطاقه بيخلي الساعه ساعه بس وبتعد الخطوات وبتديك التاريخ. وعشان تقفل الاوبشن ده بتضغط برده ضغطه طويله على الزرار ده عشان تلغي الاوبشن ده. عندنا بعد كده لما نسوايب من اليمين للشمال او من الشمال لليمين بنخش على الشاشات الجانبيه هي لما بنعمل كده بنروح للاخر وبنرجع للشاشه الرئيسيه مره ثانيه، ولما بنعمل كده بنبدا من الاول وبنرجع للشاشه الرئيسيه مره ثانيه. فعندنا ايه بقى موجود في الشاشه الرئيسيه في الشاشات الجانبيه؟ عندنا اول حاجه هنا الخطوات بتاعتنا والستبس والمسافه اللي مشيناها، دي التفاصيل كلها. ولما بتكملهم الدايره دي بتكمل المفروض انت بتحقق هدف يومي كل يوم. بعد كده عندنا الهارت ريت وقياس نبض القلب. تعال نشوف هي بتقيس في الهواء ولا لا. طبعا الميبرو مش محتاجه اختبار يعني، بس هنختبر مع بعض ان هي بتقيس في الهواء وبتقيس كويس ولا لا. مبدئيا اهوت مش بتقيس في الهواء، لازم نلبس الساعه. فيلا نلبس الساعه ونجرب القياس. زي ما انت شايف ده شكل من اشكال اولويز اون ديسبلاي، شكلها حلو جدا. ودلوقتي يلا نخش على قياس نبض القلب نشوف بتقيس اكيوريت مع الاكسوميتر ولا لا. زي ما انتم شايفين يا شباب القياس بقى 78 والساعه 77. طبعا القياسات متقاربه بشكل كويس جدا، ده امر ما فيش فيه كلام. لكن هنعمل دلوقتي بقى مجهود ونشوف القياس بعد المجهود هيكون عامل ازاي. بالنسبه للقياسات بعد المجهود عندك الاكسوميتر جايب 117 والساعه جايبه 112 و14 اهو، هما الاثنين زي بعض دلوقتي 112 111 111. فطبعا القياسات برضو اكيوريت بعد المجهود. بعد نبض القلب هيكون عندنا التزامن بتاعت الداتا بتاعت الطقس، ولما اول ما بتوصله هو بيقعد حوالي 20 دقيقه قبل ما يبدا يشتغل. بعد كده هيكون عندنا عدد ساعات النوم، نمت كام ساعه نوم عميق كام ساعه نوم خفيف، ده بالنسبه لعدد ساعات النوم بتاعتها. بعد كده بيكون عندنا التحكم في الساوند. طبعا عندنا الاوبشن الجميل اللي بيحول الصوت من الموبايل للساعه او من الموبايل او من الساعه للايربود زي ما تحب. عندنا ان احنا نجيب الساوند اللي بعد كده اللي قبل كده نوقف الساوند ونتحكم في مستوى الصوت. بعد كده بقى في عندنا الشاشه الجانبيه دي اللي فيها داتا كتيره، منها معدل ضربات القلب، منها رياضه لو لعبت رياضه، منها تزامن الطقس، ومنها الانشطه اليوميه بتظهر بالشكل اللي انت شايفه ده. وفي كمان لو انت عايز تضيف منبه. وفيها بقى يعني شاشه جانبيه فيها حاجات كتيره ممكن تضيفها، ممكن تشوفها من خلال الشاشه الجانبيه دي. واخر حاجه في السيتنج ده ان انت تضيف حاجات زياده، يعني مثلا ممكن ان احنا نضيف مثلا وليكن الاكسجين في الدم، ممكن نضيف مثلا التليفون ونعمل صح. فلما هنخش على الشاشه الجانبيه دي مره ثانيه هنلاقي اضاف الاكسجين في الدم واضاف التليفون لو هنعمل مكالمه وهكذا. هنروح دلوقتي لجزء مهم جدا في الريفيو وهو الاشعارات وشكل الاشعارات. زي ما شفنا في الساعه الميبرو جي اس اللي هتلاقي برضه الريفيو بتاعها موجود في الايفون، الاشعارات بتيجي بشكل حلو جدا. عندنا مثلا كل برنامج بيجي على حده، عندك الواتساب، عندك الماسنجر. لو دخلنا على الواتساب بالشكل ده هنلاقي مجموعه كبيره من الاشعارات بتيجي بشكل واضح وخط عربي مقروء وواضح، وزي ما انت شايف الخط فاكر الاوردر يعني الخط العربي مقروء وواضح وزي الفل. نروح لاشعار تاني زي ما انت شايف الخط العربي واضح جدا جدا ومقروء بشكل مميز، يعني خط عربي ممتاز جدا جدا. لو دخلنا مثلا لو رجعنا من الواتساب ودخلنا مثلا على الماسنجر بالشكل ده، دي كلها
محادثات. ده مثلا زي ما انت شايف ده شكل الخط العربي برضو، فالخط العربي بيكون واضح جدا في الساعه. ده كده بالنسبه للشاشه الرئيسيه والحاجات اللي فيها. بعد كده عايزين نغير الخلفيه بضغطه طويله على الشاشه بالشكل ده كده، نقدر نغير الخلفيه ونحط اي خلفيه زي ما انت شايف. حجم الشاشه طبعا عندنا نقطه مهمه جدا، لمبه الاشعارات الحمراء هنا ديت تقدر انت تفتحها وتقفلها زي ما انت عايز، لكن انت من خلالها بتعرف اذا كان في اشعار ولا لا. عندنا هنا دي خلفيات اللي موجوده في الساعه، مجموعه من الخلفيات المميزه، وتقدر تنزل من على البرنامج مجموعه ثانيه من الخلفيات. وطبعا شكل عقرب الثواني وهو ماشي حاجه سموث جدا. وخلينا اوريك اوبشن حلو، ركز كده في عقرب الثواني، هو دلوقتي على 6. شوف بقى لما ارجع مره تانية بتلاقي الشاشه بتمشي ازاي. يعني سوفت فيه تحسينات كتيره قوي، من ضمنها موضوع التايم دوت، فانت بتلاقي معاك حاجه سموز وسلسه جدا. من الحاجات الحلوه في الخلفيات ان احنا نقدر ننزل باك جراوند من على البرنامج، ونقدر كمان ننزل صوره شخصيه، فنقدر نغير خلفيتين من على الساعه. طيب نخش بقى على القائمه بالشكل ده كده، وزي ما انت شايف حركه دخول القائمه، والقائمه فيها ليها كذا شكل مختلف، طبعا ده من احسنهم. بس عشان نعرف نشرح ويكون الشكل كويس نجيب الشكل بقى ايه السهل. يعني طبعا التحكم في شاشه زي ما انت شايف الحركه عامله ازاي، وحركه الانيميشن والتاتش والسلاسه بتاعه التاتش كويسه جدا. نروح نغير شكل القائمه، عندنا الشكل دوت، وعندنا الشكل ده، وعندنا شكل الشلال. احسنهم طبعا القائمه عشان نعرف نشرح. ده شكل القائمه زي ما انت شايف. اول حاجه ضربات القلب اللي احنا شفناها من شويه، عندنا بعد كده الاكسجين في الدم. تعال نقارنه مع الاكسوميتر. قياس الاكسجين في الدم مش مجرد ما تلبس الساعه يقيس على طول، لازم يقعد 60 ثانيه، وطبعا لازم تبقى ايدك ثابته كويس جدا عشان يديك دقه كويسه في القياسات. فهنشوف اهوت القياس هيبقى عامل ازاي. تمام اهوت هو القياس ادانا 96% والاكسيومتر 97. يعني القياسات متقاربه بشكل كبير جدا. ولما حد يجي مثلا جالي مره قال لي الساعه على طول بتديني 97 98، طب انت عايز الاكسجين في الدم يقل ليه؟ نادرا لما الاكسجين في الدم بيقل، معنى الاكسجين في الدم قل ففي مشكله في عندك يعني. فطبعا الاكسجين لازم بيكون متقارب بشكل كبير كل مره بتقيس فيه. بعد الاكسجين في الدم هيكون عندنا الضغط او الاستريس، مش ضغط الدم، هو الضغط بتاع او الاستريس عندك يعني. بعد كده هيكون عندنا قياس النوم اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه. بعد كده عندنا الرياضه، وفي 70 مود رياضي. خلينا استعرضهم لك بشكل سريع كده. بخلاف هنا عندنا المزيد فيها برضو رياضات اضافيه. بعد المود الرياضي عندنا سجل الرياضه، لو انت لعبت رياضه في وقت معين بتلاقي الداتا بتاعت الرياضه بتاعتك هنا. بعد كده عندنا النشاط اليومي بتاعنا، مشينا كام خطوه وحرقنا كام سعر حراري ومشينا وقت قد ايه. بعد كده عندنا هنا بقى اوبشن المكالمات، لو احنا عايزين نتصل او نشوف المكالمات الفايته. بعد كده هيكون عندنا المساعد الصوتي سيري او جوجل اسيست حسب نوع موبايلك. بعد كده هيكون عندنا وضع المراه. بعد كده هيكون عندنا التحكم في الساوند. في حاجات كتيره هنشوفها في الكونكشن. بعد كده لو عايزين نضيف وقت منبه الساعه تضرب فيه، الويزر او تزامن الطقس. بعد كده عندنا اوبشن الحد من التوتر، بناخد شهيق وزفير مع حركه الدايره. وبعد كده عندنا هنا السيتنج. طيب ايه اللي موجود في السيتنج؟ اول حاجه عندنا الداتا بتاعتك على البرنامج، اسمك، وزنك، طولك. تخش هنا كده تحمل الداتا، هتلاقي مثلا لو انت حاطط صورتك هتبان اسمك، طولك، عرضك، الحاجات دي كلها بتظهر في الداتا. بعد كده بيكون عندنا التحكم في الاشعارات، اللي اول حاجه منها اشعار يجي وانت عامل وضع الاولويز اون ديسبلاي، وده حاجه موجوده في الساعه، او تقفلها. لو انت مش عايز الاشعار يجي وانت عامل الاولويز اون ديسبلاي بتقفل الاوبشن ده. لو عايز الاشعار يجي بتفتح الاوبشن ده، وبيظهر ان في اشعار جاي لك من فوق، يبقى في سطر كده في 3 4 كلمات بيظهروا لو انت عامل اولويز اون ديسبلاي. بعد كده عندنا هنا النقطه الحمراء اللي بتظهر في الاخر الشاشه، بتفتحها برده وتقفلها من هنا. بعد كده عندك اخفاء محتوى الاشعار، عايز الاشعار لما يظهر لك يبقى مختفي ولا ظاهر، برده ده اوبشن بتفتحه وتقفله من هنا. بعد كده عندنا هنا نظام التشغيل، اللي اول حاجه فيه التحكم في الاضاءه. اول حاجه فيهم بقى الويك اب، نخلي الساعه تنور ولا لا، لما الساعه تكون مقفوله وترجع تبص عليها تنور معاك بالشكل. بعد كده عندنا هنا الكيو ار الخاص بالتوصيل مع البرنامج. بعد كده عندنا لو عايزين نعمل اعاده ضبط مصنع، لو عايزين نعمل ريسيت، ولو عايزين نقفل الساعه. طبعا بعد كده عندنا وضع عدم الازعاج، بنفتحه ونقفله من هنا، وهنا بنحدد وقت بدايه ووقت نهايه. بعد كده عندنا هنا الاولويز اون ديسبلاي والشاشه. عندنا هنا التحكم في البرايتنس، نعليها ونوطيها من هنا. عندنا هنا الشاشه تخرج بعد قد ايه، وعندنا هنا تحكم في الاولويز اون ديسبلاي. عندنا شكلين
داخلين الاولوز اون ديسبلاي في الشكل ده. الشكل ده شكله حلو قوي، بيعرفك مكان الشمس فين على، يعني خلينا اوريه لك كده، بيعرفك مكان الشمس فين وبيعرفك درجه الحراره وكمان بيعرفك التاريخ واليوم. ده شكل من اشكال الاولوز اون ديسبلاي. في عندنا الشكل الثاني، ده الشكل الثاني المفضل بالنسبه لي، اللي هو الشكل الطبيعي اللي هو العادي زي ما انت شايف كده. بعد كده هنا التحكم في شكل القوائم. بعد كده بقى هنا الاصوات واللمس. اول حاجه هنا التحكم في صوت الساوند اللي هو الاغاني، وعندنا هنا بقى التحكم في قوه الاشعار وهل انت محتاج اشعار ولا لا. عندنا هنا مستويين الاشعار، ضعيف وقوي. انا مشغل الضعيف الوسط يعني، لان هو بعد كده عندنا لو عايزين نعمل باسورد للساعه، تمام، نقدر ان احنا نفتح باسورد كده بالشكل ده. وعندك هنا اوبشن ان انت لما حد يلعب في الساعه تقفل او تمسح كل البيانات اللي عليها بعد ما يدخل الباسورد 6 مرات غلط. ده اوبشن برده موجود في الساعه، تقدر تفتحه وتقفله من المكان ده. عندنا هنا وضع توفير الطاقه، نقدر نفتحه ونقفله من هنا. وعندك وضع تسكير بتوفير الطاقه، لما الساعه توصل 20% تلاقي الساعه قالت لك ان انت ما عادش غير وقت قليل، فتقوم مشغله وضع توفير الطاقه او تلغي الاوبشن. هنا بقى اللغات، في مجموعه من اللغات منها الانجليش والعربي طبعا الحاجات المهمه. وهنا عندنا التحكم في الزرار ده، انا مخليه لما اضغط عليه يجيب لي المكالمات، تقدر ان انت تغيره بحاجات مختلفه زي ما انت شايف كده حسب الاوبشن اللي انت محتاجه وحسب المناسب ليه. طبعا اخر حاجه عندنا هنا بقى الاباوت بتاع الساعه، نسخه البرنامج وهكذا، وتفاصيل عن السيريال نمبر. بعد السيتنج عندنا الاله حاسبه، ده شكل الاله حاسبه. وبعد كده عندنا المؤقت، بعد كده عندنا ساعه التوقيت، بعد كده عندنا ساعه العالم. لو انت مثلا ليك حد معرفه في دوله ثانيه وعايز تعرف الساعه عنده كام، بتفتح الاوبشن دوت. وانا مثلا عندي هنا دبي مثلا اهوت، فاعرف دلوقتي الساعه كام عنده. البحث عن الهاتف، لو انت عايز تبحث عن الموبايل بيضرب بالشكل ده. بعد كده بقى عندنا هنا التقويم، وبعد كده عندنا التحكم في الكاميرا عن بعد. زي ما انت شايف ده شكل الساعه بقى لما بيكون الباسورد شغال. تقدر عشان تخش تفتح الساعه لازم تضغط تفتح الباسورد بتاع الساعه كده. احنا فتحناها، وده شكل برضو اشعار عمال يجي اشعار وانا بتكلم. ده الاشعارات بتيجي بشكل كويس جدا كده. احنا اتكلمنا عن كل السوفت وير الداخلي للساعه وتفاصيل القوائم الداخليه وشكل الساعه وايه اللي موجود في الساعه. هنخش دلوقتي بقى على الجزء الثالث من الفيديو ونتكلم عن البرنامج وربط الساعه بالموبايل. طبعا الساعه بتشتغل على برنامج الميبرو فيت، بس قبل ما تشغل اي حاجه محتاج انك الاول تفتح البلوتوث. فتحت البلوتوث بتاع الموبايل، افتح بقى البرنامج اللي هيكون بالشكل ده. طبعا شايف شكل الساعه، السلام. الواجهه الرئيسيه في البرنامج هي الواجهه الخاصه بالصحه، الحاجات الصحيه بتاعتك زي الخطوات اللي انت مشيتها، السعرات الحراريه، عدد المسافه اللي انت مشيتها، معدل نبض القلب على مدار الوقت اللي انت كنت لابس فيه الساعه. بيجيب لك اهو اعلى معدل نبض قلب واقل معدل نبض قلب. داتا حلوه ممكن تكون مفيده ليك لو انت مهتم بموضوع نبض القلب. نفس الكلام موجود برضه في الاكسجين في الدم، عدد ساعات النوم وتحليل النوم بتاعك، كام ساعه نوم عميق كام ساعه نوم خفيف، والتفاصيل برضه الخاصه بالنوم بتاعك. وكمان بيقيس لك لو انت نمت نوم قيلوله متقطعه، برضو بيجيب لك كل الداتا الخاصه بالصحه. وبعد كده عندنا كمان السجل الرياضي، لو انت مشيت والساعه بتعرف، الساعه بتقدر تعرف تلقائيا على بعض الالعاب الرياضيه. طبعا هنا ده معدل الارهاق بتاعك برضو بيتحسب في الشكل ده، وما عنديش حاجه اقيس عليه، لكن خلينا نقول ان هي اكيوريت بنسبه 80%. اخر حاجه هنا الوضع الخاص بالمراه بقى، وفي ناس مهتميه بالموضوع ده، فده تفاصيل الوضع الخاص بالمراه موجود في الساعه الميبرو A2. بعد كده بقى عندنا اتصال الساعه بالموبايل، الجزء الخاص باتصال الساعه زي ما انت شايف بتظهر بالشكل دوت، وبتقول له عايز اضيف جهاز، بيجي لك كل او معظم الساعات اللي موجوده في من شركه ميبرو. طبعا احنا الساعه معانا احدث ساعه فيهم وهي الواتش A2. بنعمل كده بيظهر لنا الساعه مباشره وبنعمل الكونكشن، ومجرد ما نعمل الكونكشن الساعه بيظهر ان هي لازم نوافق على الكونكشن. ثاني خطوه هتظهر لنا هي نقطه الاتصال الخاصه بالاذونات، واحنا بنوافق بقى على كل الاذونات وبنقول له تمام. بعد ما نربط الساعه بيظهر لنا بقى الجزء الخاص بالخلفيات، مجموعه كبيره من الخلفيات انا هحاول استعرضهم معاكم كلهم. زي ما انت شايف مجموعة كبيرة من الخلفيات، فيهم خلفيات مميزة جدا واشكال حلوة جدا هتناسب كل الاستايلات، ومعظم الاستايلات اشكال مختلفة من الخلفيات، مجموعة حلوة مش قليلة. وبعد كده عندك كمان الشكل الكلاسيك لو انت عايز تحدد، والبيزك لو انت برضو عايز حاجة بيزك. مجموعة زي ما انت شايف حلوة من الخلفيات. خلينا ننزل خلفية من الخلفيات شفتها دلوقتي عجبتني، مثلا ننزل الخلفية اللي بالشكل ده. تمام، نزلت الخلفية وادي شكل الخلفية بعد ما نزلت. وزي ما احنا شايفين يا شباب تفاصيل الشاشة حلوة جدا
جدا جدا، ويعتبر حواف تكاد تكون معدومه. بعد الخلفيات هنا عندنا بقى الخلفيات اللي انت اوريدي نزلتها قبل كده، بتبقى فيها مجموعه اللي انت اخترتهم قبل كده. بعد كده بقى عندك لو انت عايز تنزل صوره خاصه بيك، تقدر برضو تنزل الصوره، تتحكم في شكل الطيم، تتحكم في مكانه، تختار لون الخط لو انت عايز تغير لون الخط، وبتبعت الخلفيه وبتروح للساعه. بعد الخلفيات عندنا المراقبه الصحيه، وفي تحديث كبير جدا حصل في برنامج الميبرو مع الساعه الاي 2 في موضوع المراقبه الصحيه. عندك اول حاجه نبض القلب، عايز القياس بوقت طول الوقت ولا عايزه قياس حقيقي على مدار الساعه، تختار انت تقيس بنفسك. عايزه الساعه تفكرك لو نبض القلب بتاعك زاد بتبعت لك تذكير، ولو نبض القلب بتاعك انخفض تبعت لك تذكير. وبرده الساعه تفكرك بمعدل ضربات القلب في وضع السكون، انت محتاج الحاجات دي بتفتحها من على الساعه. ده بالنسبه لنبض القلب. عندك هنا قياس النوم المتقطع، تقدر الساعه تقيس لك وبيديك داتا تؤثر هذه الوظيفه على وضع الاستعداد للساعه، قم بتشغيل هذا، بيديك تفاصيل عن الساعه، وكمان بيديك شويه داتا عشان تبقى انت عارف القياس كويس ولا لا. عندك كمان قياس الاكسجين على مدار الساعه، تقدر تفتحه وتقفله من هنا، او تختار ان انت تقيس انت الاكسجين بنفسك. برضه لو في اجهاد الساعه تذكرك ان في اجهاد دلوقتي ومحتاج ان انت تاخد تفاصيل كتيره في موضوع الهيلثي. عندك كمان هنا بقى التذكير بالصحه، الحاجات العاديه، تذكير بشرب الميه، والتذكير بالحركه، تذكير بالسفر، لو في دواء، لو في عايز تقرا وعايز تحدد ميعاد للتذكير بالقراءه، تقدر برضه تحدد ده من على البرنامج. بعد كده عندنا اوبشن التنبيهات والبرامج الكتيره جدا، او كل البرامج اللي على الموبايل. الساعه بتقدر تبعت الاشعار الخاص بيها، بتحمل بس داتا، بنفتح الاشعارات من هنا تمام، وبنعمل اوبشن رفض المكالمات من هنا، عشان خاطر لو انت مش فاتح ده لما يجي لك مكالمه مش هيجي لك اوبشن رفض المكالمه. وبتختار اي برنامج عندك على الموبايل تبعت له الاشعارات بتاعته، موضوع مش محدود، مش برامج محدده، واتساب اعمال، واتساب عادي، ماسنجر، فيسبوك، كل البرامج اللي على الموبايل الساعه بتبعت اشعاراتها مفيش مشكله. بس يعني لو في حاجه عندك بتبعت اشعار بشكل مزعج، ما انصحكش تشغل الاشعار ده بالساعه، لان الموضوع هيبقى مزعج جدا. يعني مثلا لو انا بيجي لي اشعارات كتيره ماسنجر لازم اقفل ماسنجر، لو بيجي لي اشعارات كتيره تليجرام لازم اقفل تليجرام، لان الموضوع هيبقى مزعج وانت لابس الساعه وكل شويه الساعه تديك فايبريشن فايبريشن فايبريشن، وده طبعا بشكل كبير هياثر على البطاريه. بعد كده هنا اوبشن البحث عن الساعه، زي ما انت شايف الساعه بتضرب بالشكل ده كده، بتعمل صوت وفايبريشن. بعد كده عندنا هنا بقى التعرف التلقائي على الرياضه، زي ما احنا شايفين اهو، نقدر ان احنا الساعه نخلي الساعه تعرف تلقائي ان رياضه، وتعرف ان احنا وقفنا، لو وقفنا رياضه برده هي تقف. واوبشن الخاص الاوبشن الزرار الجانبي ده، لو احنا بنلعب رياضه فلما نضغط على الزرار الجانبي احنا وقفنا. وبعد كده عندنا هنا الردود السريعه، لو احنا عايزين نعمل ردود سريعه، يعني مثلا لو انا عايز اضيف رد سريع، انا بصور لو حد رن عليا وعايز ابعت له، فمثلا عايز اضيف رد، ضفت رد كده احنا ضفنا الرد ده تمام. بعد كده عندنا الساعه العالميه، زي ما قلت لك بنضيف ساعه في دوله معينه عشان لو عايزين نعرف الساعه من خلال الساعه. دلوقتي لو احنا عايزين نخش على الاتصالات بقى والارقام اللي هنضيفها للساعه، فالساعه زي ما هو كاتب لك هو بتقبل 20 اسم. 20 اسم دول تقدر ان انت تتصل بيهم من على الساعه، لكن ما لهمش اي علاقه باظهار اسم المتصل. اي حد اسمه متسجل عندك على الموبايل هيظهر معاك بشكل كويس جدا، بس في نقطه مهمه، لازم تعمل الابديت اللي بيجي للساعه. لو ما عملتش الابديت الاسم مش هيظهر، لكن اول ما تعمل ابديت الاسم هيظهر معاك بشكل كويس. اول رقم عندنا بيكون رقم الاس او اس، فنقدر ان احنا نعمل مكالمه اس او اس من على الساعه بضغط طويل على زرار الباور، وبنختار مكالمه الاس او اس. وبعد كده نقدر نضيف 20 رقم. 20 رقم مهمين بقى بالنسبه لك عشان لو انت عايز تكلم حد من على الساعه. ثاني اوبشن هو اوبشن الكاميرا من على بعد، نقدر ان احنا لو عايز تاخد لقطه لاي حاجه بالشكل ده كده بنضغط على الزرار ده فبياخد لقطه والصوره بتروح للاستديو. في بعد كده عندك اوبشن التفضيلات، والاوبشن ده بيكون فيه تفتح الويك اب تخلي الساعه 12 او 24 ساعه، وبتحدد انت لابس الساعه في ايدك اليمين ولا الشمال. هنا لو في ابديت نزل بتعرفه من هنا، وفي بالفعل ابديت موجود دلوقتي ممكن ننزله برده، هو بينزل حاليا هنسيبه ينزل كده. اول ابديت بينزل الساعه بتعمل ريسيت كده، تبدا تشتغل من جديد، والكونكشن برده بيبدا من اول تاني، وخلاص الابديت نزل. وزي ما انت شايف احنا كده لو في ده اي تحديث بقى بيظهر في المكان ده. اخر حاجه بقى دي الداتا بتاعتك بقى، اسمك وبياناتك والحاجات الخاصه بيك انت بتضيفها في البرنامج، عشان الداتا بتاعت الهدف والخطوات وكده تبقى بافضل حاجه. ده بالنسبه للكونكشن وبالنسبه لربط الساعه بالبرنامج. الحاجات المهمه اللي لازم بنقولها برضو في كل فيديو، وهو موضوع التحكم في الساوند وانت لابس الساعه. هنشغل ساوند، ودلوقتي احنا موصلين الساعه بالبرنامج بس مش موصلينها عن طريق البلوتوث المباشر. هنشوف واحنا مشغلين ساوند هنقدر نتحكم في الساوند ولا لا. ده ساوند شغال اهو، نقدر ان احنا نوقف، نقدر نجيب الساوند اللي بعد كده، نقدر نجيب الساوند اللي قبل كده، نقدر كمان نتحكم في الصوت بالشكل اللي انت شايفه ده، وبنقدر كمان نعلي مره تانية.
احنا في الحاله دي مش رابطين الساعه بالبرنامج، يعني احنا في الحاله دي مش رابطين الساعه بالبلوتوث مباشر، يعني الصوت خارج من الموبايل، فقيس على كده ان هو مثلا في الايربود، فبرضه لو انت موصل الموبايل بالايربود تقدر تتحكم من الساعه. النقطه كلها بقى لما بنكون رابطين الساعه بلوتوث مباشر والصوت يخرج من الساعه، ده الحته بقى اللي اللي محتاجه ان احنا نتست عليها ونجربها ونشوف شغاله بشكل كويس ولا لا. وصلنا الساعه بالمكالمات زي ما انت شايف كده هي متصله اتصال مباشر، يعني الصوت يطلع منها لو احنا عايزين. هنرجع بقى نروح نشغل اي ساوند بالشكل ده كده، وكده الصوت شغال في الموبايل، يعني كده الصوت خارج من الموبايل. طيب هنختار بقى الاختيار ده كده بقى الصوت في الساعه. انت عايز الصوت يطلع من الساعه بتاخد الاختيار ده واسمع بقى معايا كده، الصوت هيطلع من الساعه. ده كده الصوت من الساعه، ضغطنا على الاختيار ده كده الصوت بقى في الموبايل. نفس الكلام لو انت لابس ايربود. هنجرب بالايربود اللي معانا ده، هنوصله على الساعه، هو اشتغل دلوقتي على الموبايل اهو، ايربود ميبرو، وكده الصوت بقى على الايربود. لو حابين نسمع ساوند كده الصوت في الايربود. طيب انا عايز اطلعه من الساعه، كده بقى في الساعه. عايز ارجعه الايربود تاني، بقى في الايربود، كده الصوت رجع الايربود تاني. دي من الاوبشنات القويه جدا في الساعه او اي ساعه عموما بتدعم المكالمات، ان انت يكون عندك سلاسه في التحكم والتنقل ما بين الصوت اللي انت عايز تسمع منه الصوت. دلوقتي هنروح للجزء المهم وهو نقطه اظهار اسم متصل والمكالمات وكده، فتعالوا بقى نعملها بره الاستديو كده ويلا بينا. بالنسبه لاظهار اسم المتصل يا شباب، في الساعه بتدعم اظهار اسم متصل بشكل كويس جدا، ده واحنا رابطين الساعه بالبلوتوث المباشر. الموبايل بيضرب وكمان الساعه بتضرب فايبريشن كده في ايدك. نقدر ان احنا نبعت مسج من المسجات المسجله، او نقدر ان احنا نكنسل او نرد على المكالمه. ده طبعا في حاله اظهار اسم متصل والبرنامج مش عليه الاسم. يعني لو دخلنا على الصيغات المتكرره ده مش هنلاقي غير رقم واحد بس اللي انا مسجله، لكن اي اسم عندك هيظهر بشكل كويس، ده مفيش فيه مشكله. لو احنا لغينا بقى الكونكشن الخاص بالمكالمات، هيبقى عندنا ايه الاوبشنات اللي موجوده. فهنخش كده نعمل الغاء اقتران للاتصال الخاص بالمكالمات، حتى هنلاقي دايركت ما عادش غير البرنامج بس هو اللي شغال. فهنشوف بقى لما حد هيرن ايه اللي هيحصل. الموبايل بيضرب تمام، عندنا هنا بقى الاسم بس بيظهر. نقدر ان احنا نعمل ايه؟ بنشيل بس الاسم، لكن المكالمه بتفضل شغاله زي ما هي، ما بنقدرش ناخد اي اكشن غير ان احنا بنعرف مين اللي بيتصل. وكده احنا شفنا اظهار اسم المتصل وجربنا نتصل من الساعه، وشفنا اظهار اسم المتصل في حاله اتصال المكالمات. خلاصه ورأي عام عن الساعه الميبرو A2. خلينا نلبسها بقى عشان ايه. الحاجات المميزه جدا اللي عجبتني في الساعه انها بتدعم المكالمات. في الفئه السعريه دي هتلاقي الحاجات اللي بتدعم المكالمات قليله، فيها اول زون ديسبلاي، فيها بطاريه محترمه جدا ممكن تقعد معاك في الاتصال من 4 ل 5 ايام، عندك صوت مايك تحفه اللي بيكلمك بيسمعك بصوت كويس، عندك استقرار بلوتوث حلو جدا. طبعا برنامج الميبرو بيتحسن باستمرار وفي شغل كتير عليه وبيخلي اداء الساعه احسن طول الوقت. انا مشغل الساعه بقالي 5 ايام، نزلت 3 ابديتات لحد دلوقتي بيظبطوا الساعه طول الوقت، وبنصحك طبعا لازم تعمل ابديت اول باول. شكل الشاشه والوان الشاشه في اشعه الشمس حلو جدا، الاوزون ديسبلاي اللي موجود بشكلين الحاجات الكويسه جدا. طبعا القياسات الاكيوريت الحقيقيه في قياس نبض القلب والاكسجين في الدم برضه من الحاجات الكويسه جدا. شكل الاشعارات والخط العربي طبعا من اروع ما يكون، حاجه ممتازه جدا، والاشعارات كلها بتيجي في كل البرامج. طبعا تقدر تكنسل على المكالمه او تقدر ان انت تبعت مسج للشخص اللي بيكلمك، دي من الحاجات. التحكم في الساوند والتحكم في الايربود على الساعه برضه شغال بشكل كويس جدا. كل التفاصيل الساعه بلا استثناء كانت مميزه، من اول شكلها لحد الخط العربي لحد شكل الشاشه، كل التفاصيل الحمد لله كانت ممتازه جدا في الساعه الميبرو A2. الحاجه الوحيده اللي عندي عليها تعليق في الساعه هو صوت السماعه. صوت السماعه محتاج يعلى شويه، ومحتاج لما تكون بتتكلم في مكالمه او بتعمل مكالمه لازم تكون بتتكلم في مكان هادي. لو مكان دوشه محتاج تقرب قوي السماعه عشان الصوت اللي بيكلمك يكون مسموع. بخلاف كده عندنا واحده من اجمل الساعات وفرت في الفئه الاقتصاديه. لو حبيت الساعه وعايز تقتنيها هتلاقي تحت في الديسكربشن اللينك بتاع الويب سايت اللي بيوديك على المنتج مباشره. لازم افكرك ان احنا عاملين جيف اواي حلوه جدا لما